ازاي بقى اتاكد ان المعلومات اللي الشات جي بي تي طلعها لي هي موثوقه يعني، وازاي المت الريسورسز اللي هيجيب لي منها المعلومات؟ اولا انت ممكن تتحكمي في الريسورسز بانك تساليه عن الريسورسز الاول، وبعدين تختاري منها اللي يجيب منه، سواء كان كتاب او كان ويب سايت مشهور او مجموعه مدونات معينه او يعني تقدري تقولي له من خلال الكتاب الفلاني ده عايز اعرف واحد اثنين ثلاثه اربعه. فنقدر نليمت الريسورسز عادي اللي هو بيتحكم فيها، بس مش هتقدر تليمت ده بشكل كبير. يعني عايزه تعملي ده هنروح لجوجل نوت بوك ال ام ونديله الريسورس اللي احنا عايزين نعتمد عليه، سواء كان ويب سايت او غيره، ونستخدم جيميناي هنا في اننا نكتب. يعني اجمع منه المعلومات هو الاول ايوه، وبعدين احنا عملنا كده اصلا، احنا طلعنا من هناك ورجينا هنا عملنا انفوجرافيكس وعملنا البيلرز وبتاع. بس نقدر نعمل كده، نجيب الويب سايت او الفيديو ونحطه هنا. لو في فيديوز على اليوتيوب بودكاست طويله مثلا والراجل ده مؤثر او عايزين نقول رايه، او الراجل ده هو الاونر اصلا، هو الكونسلتنت، فالكلام اللي بيقوله هو الكلام اللي احنا عايزين نقوله اصلا وعايزين نعبر عنه، فنقدر اننا نعمل كده. فلو عايزه حاجه تليمتي بيها الريسورسز فنوت بوك ال ام يقوم بالدور ده كما يجب. وبالمناسبه المفترض ان المقال لازم يعدي على ريفيو من الناحيه التكنيكال بقى، من ناحيه الكلمات اللي مكتوبه. في الاخر انت بذلتي اقصى ما بوسعك عشان تنقي من المصادر وعشان تراجعي الكلام وتاكدي ان الكلام منطقي والدنيا تمام وهكذا. وعملنا اكتر من ريفيو مع الاي اي، مع نفسي، مع مش عارف ايه. بس في الاخر لازم الكونسلتنت ده او حد من المتخصصين في الحته دي يريفيو كده سريع، هيقرا المقال بس لو في حته فيها مشكله يقول لنا الحته دي، يكتب لنا عليها كومنت الى اخره.